اللي فات اخواتنا السودانيين كتير منهم دخلوا شتموني وغلطوا فيا، وكتير منهم يقولوا لنا مش هتطولوا مننا حاجة تاني، وكتير منهم يقولوا انتوا بقالكوا سنين بتنهبوا ثرواتنا ومقدراتنا و وكتير منهم قالوا لي ابو رجعوا الناس اللي عندكم. المهم ناس كتير غلطت فينا يعني، وانا ما ردتش على حد فيهم. انا بس هرد على بعض الناس اللي بتتكلم على اننا مش عارفين نعيش من غير المنتجات السودانية، او اننا بننهب المنتجات السودانية، او اننا بقالنا سنين بننهب ثروات ومقدرات الشعب السوداني. اولا ده ما حصلش. ثانيا ما فيش عندكم اثباتات على الكلام الفارغ ده. ثالثا التجارة ما بين البلدين فيد واستفيد. اذا كنا احنا بناخد منكم منتجات فانتوا كمان بتاخدوا مننا منتجات، وانتوا بتستفيدوا مننا اكتر ما احنا بنستفيد منكم، لان احنا عندنا الصناعة اكتر. احنا بناخد منكم منتجات زراعية فقط، لا لينا دعوة بثروة ولا إنتاج، ده دهب ولا نفط ولا فضة ولا ألمنيوم ولا مغنيسيوم ولا حديد ولا أي حاجة من الثروات الطبيعية اللي انتوا بتتكلموا عنها، اللي انتوا بتقولوا إن احنا بننهبها. ده غير كمان إن انتوا بتقولوا في التعليقات إن الجيش المصري بيحارب السودان وبيعمل في السودان وي وي وي. عامة احنا عارفين كويس قوي إن الجيش المصري ما عملش كده، وطلعت الخارجية المصرية أعلنت إن ده ما حصلش، وانتوا ما عندكوش اثبات وما عندكوش دليل على الكلام ده، وطلبنا الدليل والحكومه طلبت الدليل. تمام. وده ما حصلش من عندكم، وانا دلوقتي برضو بقول لكم اللي عنده دليل يبعته لي يقول لي عليه. تمام. وانا هنشره، انا عن نفسي هنشره ده لو عندك الدليل. عامه يعني كون ان الجيش السوداني قدر على قوات الدعم السريع، فده مش بتاعنا احنا. الجيش السوداني فيه طيران وفيه طيارين متمكنين جدا واساتذه. ده شيء يخصكم في بعض، ما يخصناش احنا اللي لينا او اللي علينا زي ما قلت قبل كده. احنا فتحنا بلدنا لاخواتنا واهلنا السودانيين اللي حبوا يخرجوا من عندكم ويجوا يحتموا عندنا، فتحنا لهم. واللي دخل واللي في التعليقات دخل يقول لي ده قاعدين بفلوسهم وقاعدين مش عارف ايه، احنا فتحنا لاكتر من 9 مليون 10 مليون سوداني دخلوا البلد الفترة اللي فاتت، وده رقم مفيش دولة تقدر تتحمله، ولا حتى تقدر تتحمل نص الرقم ده، ولا 2 3 مليون من دولة واحدة يدخلوا مرة واحدة كده. اللي حصل ان الاقتصاد بتاعنا اتضر بجد، واحنا كشعب اتضرينا بجد من دخول اخواتنا واهلنا السودانيين، ومع ذلك احنا متحملين علشان دول اهلنا واخواتنا، وهنفضل متحملينهم لغاية ما الازمة اللي عندكم تنتهي ان شاء الله. تمام. انتوا بتقولوا بيدفعوا ايجارات، بيدفعوا ايجارات لما يقعدوا في الشارع. يكفي ان احنا فتحنا لهم البلد، ده موضوع تاني خالص ملوش دعوة بانهم بيدفعوا وما بيدفعوش. وبعدين هما بيدفعوا دلوقتي، هما مش بيشتغلوا عندنا وبيكسبوا من عندنا. واخد السوداني اللي جه مصر دلوقتي واشتغل شغلانة، مش ده مش اخد شغلانة واحد مصري وبيقبض منها مرتب عشان يعرف يعيش، واحنا قابلين بده وراضيين. ده مش مننا ولا بنعترض، لا بالعكس احنا قابلين وراضيين لغاية ما الازمة عندكم تنتهي ان شاء الله. فيا ريت يا جماعه اللي يتكلم يبقى يتكلم بفهم، يا اما ما يتكلمش. انتوا داخلين تشتموا، انا مش هشتم، انا مش هرد على شتيمتكم بشتيمه. اللي شتم ده انسان غير محترم، انا مش هرد عليه بشتيمه، لان احنا بنحب الشعب السوداني، بنعتبر الشعب السوداني اهلنا واخواتنا، فمش هغلط فيكم. انتوا غلطتوا فينا كاملين، فانا مش هغلط فيكم، انا مش هقدر اغلط في حد منكم، انتوا اهلنا في الاول وفي الاخر. مصر والسودان شعب واحد. السلام عليكم.